المستأجر بيتوه والمالك مش فاهم بالظبط موقفه. يعني انا اتبسط وافرح بالتعديلات الجديدة اللي حصلت وان انا ملكي هيرجع لي من وجهة نظر المالك، ولا اتضايق وازعل واتحسر ان بعد ما القانون صدر لا ده بيتم الطعن عليه بعدم الدستورية. فالآراء دلوقتي مش مطلوبة، الآراء الشخصية دلوقتي يا جماعة مش مطلوبة. وده دوري برضو كمحامية ان انا اوضح القانون زي ما هو، وان اي جهة حكومية رسمية بتصدر قرار جديد لازم اطلع اشرحه زي ما هو. انا مش مطلوب مني ان انا اقول رأيي، متخيل؟ انا مش مطلوب مني ان انا اقول رأيي لانه مش هيفيد حضرتك كمالك او مستأجر. بس اللي انت المطلوب تفهمه وتعرفه من اي حد عنده معلومة حقيقية او حتى من الجهة الرسمية اللي بتصدر المعلومات، انك تفهم بالظبط ايه اللي بيحصل بشكل حقيقي وواقعي، مش عايزين آراء. طيب سمعت انت سواء كنت مالك او مستأجر الفترة اللي فاتت عن ناس كتير بتتكلم اولا ان احنا طعنا بعدم الدستورية على القانون الجديد للإيجارات وهو مش هيتنفذ، عدم تنفيذ القانون الجديد. طيب موضوع عدم الدستورية وأحكام 2002 للمحكمة الدستورية العليا وحكم 2011 وحكم سنة 2024 أنا اتكلمت عنه بالتفصيل وشرحت لك الأحكام دي كانت بتقول إيه وإيه اللي المحكمة الدستورية العليا في 2024 قالته وإيه اللي ما قالتهوش، وبناء عليه تم صدور القانون بعدها. لكن أنا دلوقتي جاي أتكلم على المصطلحات دي اللي ناس كتير خصوصا بعد نظر الدعوة امبارح 22/11 في القانون الجديد، دعوة وقف تنفيذ القانون لعدم دستوريته، ناس برضو لسه مفكرة ان القانون مش هيتنفذ او ان هو هيتنفذ السنة دي او هيتنفذ بطريقة غلط او ان في حاجة غلط بتحصل. تعالى نتكلم عن المصطلحات دي. اولا سمعت اكيد عن الشق المستعجل في الدعوة. يعني ايه شق مستعجل؟ في اي قضية بتترفع قدام القضاء بيكون ليها طريقين. اي دعوة إدارية بتترفع قدام القضاء بيكون ليها طريقين أو بيكون ليها مطلبين. حضرتك بترفع الدعوة دي عشان ليك طلبات. الطلب الأول وهو الطريق الطبيعي إن المحكمة تفصل في موضوع الدعوة نفسه. حضرتك ليك حق تم الاعتداء عليه، بتروح للمحكمة تقول للمحكمة رجعي لي حقي، ده كده اسمه موضوع الدعوة. وفي طريق تاني ممكن تروح له لو انت بيتوفر فيك الشروط انك تروح له، وهو الطريق ايه؟ طريق الشق المستعجل في الدعوة. الشق المستعجل ده مش رفاهية، ده معمول للناس اللي لو المحكمة ما اتدخلتش في فصل الدعوة دي بيحصل ليهم ضرر. يعني أنا ليا حق تم الاعتداء عليه، لو المحكمة ما نظرتش في حقي ونظرت في الموضوع وفصلت فيه بسرعة هيحصل لي أضرار، فبطلب إن المحكمة تفصل في الدعوة بسرعة. ده الشق المستعجل وده تعريفه. فتخيل مثلا ان في قرار اداري من اي جهة حكومية في مصر قالت ان في قرار اداري هيتنفذ بكرة الصبح علينا، القرار ده هيخرب لي بيتي او هيضيع عليا حق كبير. هنا لازم المحكمة تتدخل بسرعة، وحضرتك بتقول المحكمة بالمعنى من فضلك يا محكمة اوقفي تنفيذ القرار ده دلوقتي لحد ما نشوف الموضوع ده على رواق كده وعلى هداوة، ولحد ما نفصل في الموضوع بتاع الدعوة. لانك لو نفذتي او لو سبتي القرار ده يتنفذ انا هيحصل لي اضرار. فده طلب انك تطلب من المحكمة وقف تنفيذ اي قرار اداري او اي قانون اداري لعدم وجود ضرر عليا. طيب لو اتحكم في الشق المستعجل، هل الشق المستعجل معناه انه في حكم محكمة؟ لا، الشق المستعجل ما هواش حكم نهائي وهو مش تحليل كامل، ده قرار سريع بناء على ظاهرة الأوراق. المحكمة شافت إن إحنا لازم نحكم في الشق المستعجل علشان ما يحصلش ضرر، لكن هل ده حكم نهائي؟ لا. المحكمة بتعمل إيه؟ المحكمة بتفصل في الموضوع بس مش بتتعمق، هي بس بتشوف هل في ضرر رقم 1، هل في جدية، لو بنوقف تنفيذ القرار، لو لا بترفض الشق المستعجل. خلصنا كده من الشق المستعجل. طب يعني ايه وقف التنفيذ؟ سمعنا بقى عن ناس كتير يقعدوا يقولوا المستأجرين
هيوقفوا تنفيذ القانون الجديد ومش هينفذوه والحاجات دي، والملاك مش هيتبسطوا بالقانون الجديد. انا هنا باكد تاني، انا لا مع المالك ولا مع المستاجر، لان زي ما قلت لك انا رايي الشخصي في الموضوع مش هيفيدك باي شيء نهائي. انا هنا بشرح لك فقط القانون مش اكتر من كده، ده دوري. طيب يعني ايه وقف التنفيذ؟ وقف التنفيذ ده الحكم اللي بيطلع في الشق المستعجل، وزي ما قلت لك هو بيكون حكم مؤقت. معناه ببساطة كده ان انا كمحكمة شايفة ان تنفيذ القرار الاداري ده دلوقتي ممكن يسبب اضرار، فهوقف تنفيذ القرار مؤقتا لحين ما نفصل في موضوع الدعوة بالكامل. في موضوع قدامي انا بفصل فيه كمحكمة، في نفس الوقت ما ينفعش امشي بالرتم البطيء بتاعي، انا لازم استعجل شوية واسرع التنفيذ او اسرع وقف التنفيذ، لان هيكون في اضرار لو نفذنا القضية، لو نفذنا القانون، لو نفذنا القرار الاداري. فبوقف التنفيذ، ولكن وقف التنفيذ باكد تاني بيكون قرار مؤقت لحين الفصل في موضوع الدعوة بالكامل. طيب لو المحكمة بقى شايفة ان الضرر ده اصلا مش عاجل، او ان الطعن اللي متقدم هو طعن غير جدي، ساعتها بتقول بمنتهى البساطة لا انا مش هوقف التنفيذ. فوقف التنفيذ اللي بيصدر من المحكمة بيحصل في الحالات اللي المحكمة فيها مطمئنة ان في جدية وفي ضرر، بالتالي هيكون في استعجال في وقف تنفيذ القرار المعروض امامها. طيب من هنا بقى ندخل على النقطة اللي الناس كتير بتتلخبط فيها دايما. يعني ايه جملة إحالة للمفوضين؟ سمعت ان القانون الجديد تم إحالته للمفوضين. مين هم المفوضين؟ ببساطة شديدة هيئة المفوضين هم فريق قانوني جوه مجلس الدولة. مجلس الدولة اللي بينظر في قانون الإيجار القديم هل هو دستوري أو غير دستوري. وظيفة هيئة المفوضين ان هم يمسكوا الدعوة يفصصوها حرفيا، يتم تفصيص الدعوة، يطلبوا مستندات، يسمعوا دفاع، وفي الآخر بيكتبوا تقرير بالرأي القانوني. والتقرير اللي بيصدر ده برضو مش حكم ومش ملزم، والمحكمة مش مجبرة تمشي بيه. فلما تسمع جملة إن أي قضية، أي قانون، أي قرار إداري تم إحالته لهيئة المفوضين، تفهم إن هم فريق قانوني جوه مجلس الدولة، وظيفتهم ان هم يمسكوا الدعوة، يفصصوا الدعوة من اوراق، يطلبوا مستندات، يسمعوا الدفاع، وفي الاخر بيكتبوا تقرير بالرأي القانوني. التقرير ده مش حكم من المحكمة ومش ملزم، والمحكمة مش مجبرة تمشي بيه. فلما المحكمة تقول هنحيل الدعوة لهيئة المفوضين، هنحيل قانون الإيجار القديم لهيئة المفوضين، ده معناه ان الدعوة هتدخل في مسارها الطبيعي، لسه هتروح للمفوضين، لسه التقرير هيتكتب، لسه الجلسات هتكمل، ولسه حكم النهائي في الموضوع مش دلوقتي. طيب لما المحكمة بتحيل الدعوة للمفوضين من غير ما تفصل في الشق المستعجل، ده معناه ايه؟ ده معناه حاجة من حاجتين ملهمش تالت. يا إما المحكمة تجاهلت الطلب المستعجل المقدم، يا إما رفضت الطلب المستعجل ده رفض ضمني، وده بيحصل كتير جدا. ليه؟ لأن لو الشق المستعجل كان مهم فعلا، ولو فعلا في أضرار عاجلة حقيقية، كانت المحكمة هتفصل فيه من الأول من قبل ما تحيل الدعوة للمفوضين. ده طبيعي بديهي. لو في ضرر حقيقي، لو في كارثة حقيقية، المحكمة هتفصل في الدعوة من غير ما تحيلها للمفوضين. لكن المحكمة انها ما تعملش كده، ده معناه ان المحكمة مش شايفة ان في استعجال يخليني اوقف تنفيذ القرار دلوقتي. تمام؟ طب لحد دلوقتي والوقت اللي انا بتكلم فيه، هل تم صدور قرار بوقف تنفيذ القانون الإيجار القديم؟ لا، لم يتم صدور قرار بوقف تنفيذ قانون الإيجار القديم. قانون الإيجار القديم لسه لحد دلوقتي شغال. طب انتي بتقولي كده ليه؟ بتخوفينا كمستأجرين، بتقلقينا، احنا لسه حاطين امل ان ممكن يتلغي، ممكن يتوقف. لا، انا بقول كده لمصلحتك، لان انت لو سمعت كلام الناس الغير حقيقي وغير واقعي وغير صحيح بالمرة ان القانون ده مش هيتنفذ او انه لسه ما تنفذ، حضرتك بناء على كلامهم مش هتدفع الأجرة الجديدة. بناء على عدم دفعك للأجرة الجديدة، المالك يقدر يرفع عليك دعوة طرد السنة دي ويطلعك من الشقة. ساعتها
كلام الناس دي مش هيفيدك بأي شيء. فلازم تكون فاهم كويس جدا الكلام من مصدره الحقيقي، تفهم الكلام من مصدره الحقيقي، حتى لو هو مش على مزاجك، حتى لو هو مش انت ودنك مش حابة تسمع الكلام ده، معلش دي حقيقة لازم نواجهها، ما نتهربش منها. طيب اخر نقطة للناس اللي عمالين يقولوا ان القانون الجديد اتوقف، المحكمة رفضته، الايجار القديم رجع زي ما كان. سهل جدا ان انت توهم الناس بكلام غير حقيقي عشان تجيب مشاهدات. انا مش عايزه اخش في نية حد، بس عشان تجيب مشاهدات او علشان تحقق مصلحة معينة على حساب ناس كتير هيتألموا بسببك. من الاخر، والحقيقة القانونية في قانون الإيجار القديم، القانون تم صدوره في 4/8/2025، تم نشره في الجريدة الرسمية 5/8/2025، تم تطبيقه رسميا، والإيجار بدأ يدفع بالأجرة الجديدة للقانون الجديد طبقها من شهر 9/2025. تم ظهور نتائج لبعض المحافظات والمدن بالأجرة الجديدة وفقا للجان الحصر والتقسيم في شهر 11/2025، والناس بدأت تدفع الأجرة الجديدة. الإحالة للمفوضين ما بتوقفش تنفيذ القانون، ما بتوقفش اللائحة، ما بتوقفش التطبيق، ومش معناها حكم ولا حتى معناها ان المحكمة اقتنعت بالطعن المقدم اليها. الإحالة معناها ببساطة ان القضية لسه ما اتدرستش ولسه بتاخد وقت. ممكن المحكمة تاخد 7 أو 8 سنين في نظر الطعن اللي متقدم عليها. تقولي إيش معنى 7 8 سنين؟ أقولك يعني 7 8 سنين يعني المحكمة تنفذ عليك القانون الجديد وتطلعك من الشقة وانت لسه مستني المحكمة تنظر في الطعن اللي متقدم إليها. هل ده كلام طبيعي؟ ده كلام منطقي تمشي وراه؟ فالخلاصة، الشق المستعجل اللي انت عمال تسمعه ده معناه طلب سريع بيتقدم للمحكمة علشان توقف قرار إداري بيتم تنفيذه فورا. ده اللي حصل في قانون الإيجار القديم، ولكنه لم يتم وقف التنفيذ. وقف التنفيذ معناه ان هو حكم مؤقت والمحكمة بتصدره لو شايفة فيه ضرر وفيه جدية، فبتصدر وقف التنفيذ، وده ما حصلش في قانون الإيجار القديم. الإحالة للمفوضين ده إجراء إداري طبيعي جدا، معناه إن الدعوة هتكمل وإن الحكم لسه هيصدر قدامه. لو الإحالة حصلت من غير ما يتفصل في الشق المستعجل، بيبقى غالبا إن المحكمة مش شايفة إن في ضرر عاجل، وبالتالي رفضت الشق المستعجل ضمنيا.